ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. معانا دلوقتي بقى طريقة جميلة قوي وسريعة وجميلة لكل الستات. معظم الناس بقت عارفاها دلوقتي، بس انا عاملة الفيديو ده طبعا هو الروتين بتاعي العادي والغدا بتاعي العادي، بس حبيت ان انا اوضح اكتر موضوع الملوخية ده والتكاية دي للناس اللي هي بتتعب من كتر التخريط الملوخية. بعد الفيديو ده هنقول وداع للملوخية وتخريطها. تمام. معانا هنا في الشوربة دي اللي احنا عاملينها دي شوية مية على شوية شوربة، عشان الشوربة ما كانتش كتير، على معلقة توم هتفرق معاكي جدا على فكرة، على كمون، على كزبرة، على فلفل اسمر، على 2 مكعب ماجي. تمام. بس انا حطيت كل ده قبل ايه، قبل ما افتح الكاميرا، معلش بقى. ودلوقتي معانا اهو كبة. لو ما فيش كبة هنعملها في الخلاط، بس ما ننعمهاش قوي، لاني طبعا معروف ان سكينة الخلاط بتبقى خشنة جدا، قصدي يا ربي حامية جدا، سوري. حامية جدا. ومعانا شقشاق مية، عايزة تستبدلي المية بالشوربة، تمام، يبقى كبشتين مية. لو بتحبي الملوخية حار هنحط قرن فلفل مع كل ضربة، يبقى قرنين. او مش لو بتحبيه قوي سبايسي يبقى ايه، لما صلى على النبي، يبقى هو قرن واحد على 2، يعني على مرتين. تمام. صلوا على النبي واذكروا الله كده. دلوقتي الكبة كانت معنداني على فكرة يا جماعة، مش عارفة ليه كانت معنداني زي الدنيا بالظبط. الحمد لله. انا بوريكم القوام اهو بتاعها. ماشي. بصوا بقى، نزلت اهو بالمكون كله. طبعا بقى بسرعة، انا عملت الضربة التانية بسرعة. طبعا لو انتي مش هتنجزي، يبقى انتي جمعي اللي انتي هتفرميه كله مع بعض في بولة او في اي حاجة. لكن لو هتنجزي يبقى بسرعة اضربي التانية بسرعة، عشان التانية متفضلش تغلي. طبعا انتوا عارفين ان الملوخية كتر ما هي برضو شقشاق مية هنحطه، مش كتير. خلي بالك ان انت حاطة هناك شوربة في قلب الحلة، اوعي تنسي دي. تمام. عشان ما تبقى صيصة معاكي، يعني خلي عينك كده زي ميزان ان انا حاطة هناك، ويبقى انا ايه حاجة مجرد ان هي. بصوا الجمال، بصوا ما شاء الله. بصي، وفي ثانيه. بص انا مبقتش احمل همها. أنا كنت بكره يا جماعه وكتاب الله اجيب الملوخيه دي بسبب ايه، اللهم صل على النبي، التخريط بتاعتها. بصي بقى الرغوه اللي هتطلع دلوقتي دي بتنتهي اول ما بتقفلي النار. وكمني طبعا انا عماله ارغي فيها واشيل واحط. بصوا بس القوام، حاجه كده تستاهل بقكم. طبعا دي ملوخيه الشتا يا جماعه، من الصعب ان هي تطلع بالجمال دون. تمام. حطوا بقى. بصوا انا بعمل لايك بكل فخامة، حطوا لايك. طيب بصوا بقى كده، معانا هنا حتة سمنة وشوية من الزيت. تمام. هنعمل بقى شوية رز بشعرية. بصوا انا كانت الشعرية خلصانة عندي، انا على طول بجيب بالشكارة، بتقعد معايا من حوالي ل4 اشهر ل5 اشهر ويمكن اكتر كمان. تمام. بس عشان ما بقاش مبالغة قوي انا، بس هي اكيد اكتر. بصوا بقى يا جماعة، الكيس ده ب10 جنيه، اللي كنا بنجيبه ب5 جنيه وب4 جنيه بقى ب10 جنيه. حقيقي ربنا يلطف بينا بجد. صلوا على النبي واذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. استغفر الله العظيم يا رب. مش وحش لما بنذكر بعضنا كده، عارفة كده، أنا ببسط أول ما بلاقي حد يقولي اذكر الله، صلى على النبي، ده جميل، بروح أنا على طول قايلة وراه. مش حاجة وحشة يعني خالص، يعني مش حاجة وحشة إن حد يذكرني، لأ خالص. احنا اصلا في الدنيا موجودين بنحفز بعضنا، تمام، بس للخير وللصالح. معانا هنا. بصوا بقى الشعرية، انا بحبها اللون ده، في ناس ما بتحبهاش اللون ده، انا ما اعرفش، بحبها اللون ده. بصوا بقى غوايش الدهب دول يا جماعة، دول صيني على فكرة، ها؟ دول صيني. حتى هما شكلهم باين عليهم. ربنا يكرمنا كده كلنا، وكل واحد يحقق ايه اللي في نفسه. طبعا اللايك بيفرق معانا كتير يا جماعة، وكومنت برضو بيفرق معانا كتير، بيحفزنا وبيقوينا وبنكمل بإذن ربنا ان شاء الله بيكو يعني بفضل دعمكم بإذن ربنا هنوصل. طب انا معايا هنا حتتين دهن، تمام، كنت مفرزاهم من قبل ما الدهن يغلى، بوريها لكم اهو. مكعب صغنن والثوم، ولما صلى على النبي، والزيت. بس انا سبت ايه شويه القطع الدهن تدوب شويه. الصوت على فكره، ها؟
مع انهم عارفين ان انا بسجل، بس الصوت العيال اللي برا دول مش عيالي. تمام. بصوا بقى الملوخيه انا حبيت اوريها لكم. خرجت والله يا جماعه زعق لهم على الصوت اللي هم عملوه دون قدام الباب. العيال واقفين يهزروا قدام الباب، مش عيالي، عيال الجيران. بصوا بقى الطشه جميله تستاهل بقكم ازاي. وبصوا الملوخيه لما قعدت هديت شويه. بصوا الجمال، حاجه كده ما شاء الله بجد يا جماعه تستاهل بقكم اهو. زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الجمال حقيقي بجد. انا عارفه كل اللي هيشوف الفيديو بالملوخيه هيقوم يعمله بسرعه وجري. بصوا لو انتوا تاخدوا بالكم انا مش طالعه ان انا اوريكم الملوخيه بعملها ازاي، في ناس عارفاها، بس عادي لما بنتعلم من بعض. ده الروتين وده اكلي وغدايا العادي. طبعا بعد غلا الفراخ احنا ما بقناش نجيب فراخ كتير. يعني بنجيبها كل ما نشتاق لها وخلاص. لكن ده كيلو ب80 جنيه دلوقتي، فراخ البيضه. بصوا بقى الجمال. بصوا زي ما انتوا شايفين كده ليها مطة وجميلة جدا وتقيلة. احنا بنحبها السمك كده. تمام. اهو بصوا حاجة كده ما شاء الله عظمة يعني. هنوريكم بقى الاكل بتاعنا. فراخ محمرة، رز بشعرية وملوخية ولسان عصفور وشوية شوربة والمخلل بتاعنا اهو. زي ما انتوا شايفين كده. انا قلت لاحمد بقى هات بالكاميرا ووريهم. ولسان عصفور بعمله جميل يا جماعة جدا. طبعا لو الفيديو عجبكم اعملوا لنا لايك واشتراك في القناة.